السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة زياد. اليوم جيتكم بواحد الفيديو جديد. غنصايب معكم واحد الكيك اللي كيجي غزال وكيجي هش. تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا المقادير. السلام عليكم، غنصايب معكم واحد الكيك. انا غنبدا نعطيكم المقادير تندير التحضير في نفس الوقت. عندي هنا 4 البيضات، عندي واحد الفانيلا غنديرها مع البيض، شويه المليحه. هنا غنطرب هذا البيض والفاني والملحه مزيان، عاد نزيد عليه المقادير اللي عندي. عندي واحد الكاس غير مملوء ديال السنيده. هنا ندير بشويه بشويه ونطرب. عندي كاس غير مملوء ديال الحليب، عندي نص تا كاس غير مملوء ديال الزيت، عندي واحد دانون فاني، غنحيد دابا الطراب ديال الضو وغنجيب الطراب اليدوي باش نخلط به المقدار ديال الطحين اللي عندي. هانتوما دابا غندير الخميره. عندي 2 خمارات، انا غندخل هاد الخميره مزيان في هاد الكيك هذا ونرجع معاكم. هو هذا المول ديالي اللي غندير فيه الكيك. الشكل ديال الورده هانتوما شوفوا كيفاش داير. انا راه دهنته بالزيت ودرت فيه الطحين. هانتوما كنهزو الكيك ديالنا الفوق، ننزل كاع هاد الخليط. هي هذه الكيك ديالي ملي طاب هانتوما كتجي غزاله. شوفوا كيفاش كتجي هكا مفرقعه، كتجي زوينه. انا غنقلبها في واحد الصحن. هانتوما كتجي شكل الورده. هنا عندي الحليب اللي فايض، هانتوما سخون، خاصو يكون سخون والكيكه بارده.
وهنا عندي الفريز اللي طيبته فوق البوطه. هانتوما عندي الفريز والماء وشويه ديال السكر. عندي هنايا الكيوي وعندي الفريز اللي مقطعين. هي هذه الكيك ديالي، هانتوما كتجي زوينه وكتجي رطبه من الداخل. نتمنى من الله تعجبكم، وما تنسونيش بلي لايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وشكرا لكم بزاف، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.